مساء الخير على الأكيلة، معكم كريم من أكل الشارع مع الصحاب. أول شيء بنحب نبارك وبتمنى للفريق المصري بكرة القدم الفوز بكل شيء، وبارك له التعادل على بلجيكا. وخليني أخبركم النهاردة الفلوج حيكون بمطعم جي من التجمع الخامس، وفتح هنا ب 6 أكتوبر. حنروح على المكان ونورجيكم هيحصل معانا ايه هناك، وحتعرفوا اسم المكان لما بنوصل. خلينا نروح ونشوف هيحصل معانا ايه. طبعا متجهين دلوقتي على مطعم بابلو اند عبده، هو بين 6 اكتوبر والشيخ زايد، فحننطلع مع بعض وبس نوصل حنكمل، استنونا. ما تخافيش يما على ايه، شايلة هم الدنيا ليه؟ ربك دايما بيراضي، بكرة تشوف ابنك راح فين. ما تخافيش يما على ايه، شايلة هم الدنيا ليه؟ ربك دايما بيراضي، بكرة تشوف ابنك راح فين. ولا فارقة معايا الناس، مين سالك مين بصاص، مين راضي ومين اتغاظ. انا بغلى وهم رخاص، رايح فاضي وجايب كاس، جايب دهب وجايب ماس. طبعا احنا وصلنا عند بابلو اند عبده في فرع الشيخ زايد. طبعا بابلو اند عبده في له اكثر من فرع بالتجمع مدينتي الشيخ زايد بالماز. عندهم الفطير بالسجق والكيري هنجربه، وطلبنا ساندويش اسمه ميسس تشيز شيكن. خلينا نجربه مع بعض ونعطيكم راينا. وطبعا هذا مش اعلان للمطعم، هذا المعروف لا يعرف، كثير ناس حكت عنه، فنحن حبينا نجربه ومنه نورجيكم ديكور جديد واسلوب جديد للمطاعم. وهي الفاتوره، الفطير عامل تقريبا 285، والمسس تشيز عامل 188.60. خلينا نجرب مع بعض ونعطيكم راينا. طبعا الفطير نحن طلبناه سجق كيري، خليني اجرب واعطيكم رايي. طبعا هذا شكله، هاي شكل الحشوه هيك من جوا. خليني اجرب واعطيكم رايي بكل صراحه. طعمة السجق والاكل سخن، يعني ما نزل الاكل بارد. بالمكان انه المكان ذوق جديد، ديكورات جديده عن باقي المحلات. في كثير اماكن تلاقيها متكرره، لا هو اخذ الفكره تقريبا من لعبه جي تي اي. طبعا اغلب الجيمز اللي بيلعبوه الناس ولا الشباب يعني بشكل عام بيعرفوا انا شو عم بحكي. طبعا نحن رح نحط صور المكان في الفيديو وحناخد رايكم فيه، واللي مجربه خلي يعطينا رايه. واذا اي تعليق او اي كلام ما كان مناسب للمطعم كمان فيكم تخبرونا. بالنسبه لي انا ماني شايف لحد الان ولا غلط، يمكن لانه انا حابب المكان، بس لا صدقا طعمه السجق ظاهره، طعمه الجبنه ظاهره. انا صورت فطير عمي سمير، وصورت مين الانفوشي، وصورت مين كمان عم شلتت. خلونا نجرب دلوقتي مس تشيز. هي برجر دجاج الشيدر، هي شكلها من جوا. طبعا المخلل والكابوتشا موجودين، فانا حجرب واعطيكم رايي بكل امانه. جبنه كثيره، انا من عشاق الجبن بشكل عام، لا فعجبني والله ممكن في ناس تقول انه كريم عم بيجامل، ممكن او انه ممكن يكون يفكروا انه اعلان للمحل، بس نحن راح نحط لكم الريسيت بالفيديو. طبعا يعني التقييم كمس تشيز بعطيها 10 من 10 لانه مغرقينها جبنه صراحه، وانا حبيتها كثير وممكن اجربها مره واثنين وثلاثه. هذه واحد. بالنسبه للفطير، انا بعشق الفطير المصري بشكل عام، وبصراحه برضه بتستاهل 10 من 10. طبعا هذا رايي الشخصي، مش راي حد تاني غيري. طبعا كان معكم كريم مع اكل الشارع مع الصحاب. لا تنسوا الاشتراك، تفعيل زر الجرس، والسبسكرايب، وبشوفكم بفلوج جديد باكل الشارع مع الصحاب. سلام.